الموضوع هذا صار الحين مقلب لا ولا؟ صار حكي. الموضوع هذا كلش جدي. زين. ومو مقلب. الموضوع هذا حقيقي. صدمة إلي قبل ما يكون صدمة للجمهور، وصدمة إلي كلش قوية. إنسان أعزه وأحبه وعشرة عدي وياه، فجأة إنه قرر كل واحد يعيش حياته بكل سهولة. هو حيعيش حياته وإن شاء الله الله يوفقه بحياته ويسعده، اللهم آمين. وأني راح أعيش حياتي إن شاء الله الجديدة ويا ابني ويسعدني يا ربي. فأبد هذا الموضوع نهائيا مو مقلب. وكلش أعتب على البيجات اللي طلعت إشاعة إنه هذا الشيء مقلب ويريدون يحصلون مشاهدات. أدري يعني الواحد يسوي مقلب خو على حساب سمعته. أنا أصلا هالموضوع ما كنت أريد أحكي بيه، بس يعني اضطر الأمر. اكو شغله أنا مو وياك بيها. أنا قلت لك قبل تبدي هاي الفقرة إن أنا بهاي الفقرة ضدك، مو وياك حتى أشوف ايش مذنبة ولا لا. حلو. بس وجهة نظري إنه مو كل شيء نشر، صح؟ أنت تعرف شيء وأنا أعرف شيء ثاني. هو الله أعلم بالشغلات المخفية بحياتك الخاصة واللي طبعاً. الناس هم ما تعرفها. صح. الناس لها الظاهر ولها اللي دي يشوفوه. أنا حال الناس. الموضوع كله نهائي بعد سديت هالموضوع ما رد أحكي بيه يعني أبد نهائي وخلاص. كل واحد مو أول اثنين احنا. لا طبعا مو هذا قصدي على الانفصال وما انفصال، مو هذا قصدي. أنا قصدي إنهم مو كل شيء نشر. طبعا شيء أكيد والله حد شيء يقصدك ترى. صح. أوافقك أنا كل مو؟ بس إلي أسبابي.